إحدى الزوجات تقف عند الكاشير في سوق ما. لاحظ الكاشير وجود ريموت التلفزيون في حقيبتها. ابتسم وسألها: حضرتك دائما تاخذين ريموت التلفزيون وياك من الطلعين؟ أجابت: لا، مو دائما، لكن زوجي رفض الخروج معي للتسوق بحجة أنه يشاهد المباراة، فعاقبته وأخذت الريموت. الحكمة هنا تقول: خليك مطيع ورافقها وين ما تروح وسوي اللي تريده. لهنا القصة ما خلصت. ضحك الكاشير ولكن قام بإرجاع كل الأغراض اللي اشترتها. انصدمت مستغربة من الأمر. قال لها الكاشير: آسف مدام، يبدو أن زوجك ألغى بطاقة الشراء. الحكمة هنا تقول: لا تستخف بقدرات زوجتك وخليك نبه. لهنا ما خلصت القصة، خليكم ويانا. عندما حاول الكاشير إدخال البطاقة في ماكينة الصرف، أرسلت رسالة نصية تقول: قم بإدخال الرمز الذي أرسلناه لهاتفك، يعني الOTP. حتى مكان الصرف لا تقبل بخسارة الزوج، وأحيانا تكون له منقذة. ابتسمت الزوجة وأخرجت هاتف زوجها وقرأت الرمز المرسل لها. أخذت تليفون، لأنها أخذت تليفون زوجها معها أيضا مع الريموت حتى لا يزعجها الزوج وهي تتبضع باتصالاته. حملت الأغراض وهي تشعر بالفرح والانتصار مبتسمة. انتظروا النهاية. طيب، وصلت البيت، لاحظت عدم وجود السيارة أمام البيت. إذن هنا أكو مشكلة ممكن. لكنها وجدت ورقة على الباب مكتوب فيها: لم أستطع إيجاد الريموت فذهبت إلى أصدقائي لمشاهدة المباراة النهائية. سأتأخر قليلا، إن احتجت لي اتصلي بي. كيف ستتصل وتليفونه معها؟ المشكلة أن الزوج أخذ مفاتيح البيت معه. الحكمة والنصيحة تقول هنا للمرأة: لا تحاولي السيطرة على زوجك، فأنت ربما الخاسرة دائما مهما حاولتي. لننتظر للنهاية ونرى. عنادا به رجعت إلى السوق وصرفت كل ما في البطاقة، وجاءت بالحداد فتح لها الباب وغيرت القفل كي لا يعرفه أو لا يستطيع الدخول الزوج مرة ثانية. النتيجة: الزوج نام عند أصحابه. بالنهاية أقول لك شيء: لا تحط راسك براس زوجتك، وبالتالي أنت الخسران. والسلام.